السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفوز رقم 14 لنادي الزمالك هذا الموسم. طبعا ده رقم يزعل، يعني 31 جولة الزمالك فاز في 14. يمكن المباراة النهاردة ما كانتش على المستوى باستثناء أداء بعض اللعيبة المطمئن، زي عمر جابر، زي يوسف أوباما، زي مصطفى شلبي، كلهم كانوا كويسين النهارده. اما بقيه اللعيبه عادي، تحس ان انت بتلعب مباراه كانك بتلعب مباراه تقسيمه. مش ده مستوى نادي الزمالك. طبعا بالاضافه طبعا لزميلنا الدكتور طارق الادور، اللي هو يمكن اصابنا بحاله من الملل النهارده للاسف الشديد. احنا يا كابتن طارق او يا دكتور طارق مش في حصه رياضيات، احصائيات وكلام كلام 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 كلام، وسايب المباراه نفسها. زي يعني بتتكلم برضك على احمد فتوح، بتقول عليه ان هو كبير السن، لعب في خط الوسط عشان هو كبير السن. احمد فتوح لسه صغير يعني. ما اتكلمتش برضه، اتكلمت على شيكابالا، لسه شيكابالا نازل، بتتكلم على اعتزال شيكابالا. لما شيكابالا يعتزل والجمهور بيحبه، شيكابالا هيعتزل. يعني برضه كلها حاجات يمكن ما عجبتناش النهارده. جمهور الزمالك كله كان مستاء النهارده من التعليق على المباراه. كان تعليق ممل، زي المباراه نفسها ممله. بس عايز اقول للناس اللي هي كانت بتهاجم اوباما، ايه رايكم؟ ايه رايكم في يوسف اوباما؟ لسه الكتاب اللي كانت بتهاجمه ولسه برضك هتهاجمه تاني. اوباما لاعب موهوب، انا مقتنع باوباما جدا، وفي ناس كتير مقتنعه باوباما. سيبك ان هو ساعات فرص بتروح منه، لكن هو بيقدر يحسم مباريات كتيره جدا. شفنا اوباما النهارده قدر ان هو يحرز هدفين. لولا اوباما النهارده كان ممكن الزمالك يتعادل، او حتى كان ممكن يتغلب يعني. لان مفيش فرص كتيره، مفيش جمل، مفيش جمل تكتيكيه جوه الملعب شايفينها. انتوا شايفين لعب عشوائي جدا. فأوباما أنا أتمنى أن مجلس إدارة يحسم موقفه، إن هو يجدد له، إن هو يتمسك بيه. خصوصا إن إحنا برضك ما عندناش خيارات كتيرة، يعني لحد دلوقتي مش شايفين صفقة ترد الروح زي ما بيقولوا. الأهلي بيتعاقد وأنت لسه عندك سوبر إفريقي، خلاص تقريبا يعني فاضل له شهرين وأسبوع. فلازم تيجي تشوف صفقات قوية تقدر إن هي تظبط رتم الفريق. الفريق بالشكل دوت يعني ما يطمنش في مباراة السوبر الإفريقي قدام الأهلي اللي هتقام في المملكة العربية السعودية. لازم الأمور تتحسم، تكون أكتر من كده شوية. نشوف في صفقات قوية، نشوف في اتصالات. خلاص أنت فكيت القيد، يلا خلص بقى دلوقتي. مش هنخش بقى في مشاكل ونجيب الفرز التاني. لعيبة الفرز التاني ولا الفرز التالت مرفوضة، وتيجي تقول ده في مشاكل في قيد تاني، قيد يتقفل تاني. أنت عندك باتشيكو آخر يوم 27 في جلسة الاستئناف، ممكن القيد يتوقف مرة تانية. فانت تلحق نفسك بقى، تلحق نفسك وتظبط نفسك من دلوقتي، وتشوف المشاكل دي عشان تحلها. نيجي للموضوع التاني، موضوع محمد عدلان. يعني انا مش متفائل خير. تصريحات بتوع اتحاد اليد، سمعت تصريح لامين صندوق، اعتقد اسمه عمرو صلاح، في برنامج الكابتن احمد حسن، بيتكلم يعني في الاخر، يعني بيقول لك ان ممكن الزمالك هو اللي يتعاقب، ان الزمالك وقع مع اللاعب رغم ان هو لسه مرتبط بعقد مع ناديه. يعني هو بيقول ان لحد دلوقتي محمد عدلان تابع طلائع الجيش، وقال جمله كده ان اخو محمد عدلان عمر عدلان مضى للنادي الاهلي بدون اي مشاكل. وبعدين انت لو انت اتنازلت عن حقك، هيبقى قول بقى على الزمالك السلام. انت فرشت السجاده الحمراء وظبطت الدنيا، وقلنا يبقى في بروتوكول بين الاهلي والزمالك، مفيش عمليه الخطف اللي شغاله. دي يعني عادتهم ولا يشتروها، معروف. كتير قوي قوي لعيبه كتيره، لعيبه كتيره، مؤمن زكريا، كهربا، امام عاشور، سعيد عبد العزيز. تفتكر بقى لعيبه كتيره كده، تاريخ جميل، تاريخ كله خطف. لما كان الكابتن عادل القيعي ولا المهندس عادل القيعي كان بياخد اللعيب يخبيه في فيلا بقى في الساحل الشمالي، ولا يخبيه فين ويوقع له. هما كان يا جماعه هم بياخدوا اللعيب يوقعوه الاول ويخبوه. شريف عبد الفضيل، انا فاكر مواقف كتيره جدا جدا. يعني اخد شريف عبد الفضيل كده، كان قاعد في نادي الزمالك لحد الساعه من الظهر لحد 12 بالليل بيدوروا على شريف مش لاقيين. هو طبعا كان مستخبي في احد الفلل.
ومخلص وموقع للنادي الاهلي، وارغم ان هو طبعا النادي بتاعه ان هو يديه. سعيد عبد العزيز نفس الشيء، غيرها وغيرها 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 وغيرها. انت بتمسك بحقك، حق نادي الزمالك. مش هنقول بقى ان انتوا بتضغطوا او بتعملوا، لان انا شايف ان اتحاد اليد موقفه مع النادي الاهلي. التصريحات بتقول كده، بيقول لك هيوقع عقوبه على نادي الزمالك 500,000 جنيه، ويوقع على اللاعب عقوبه، هيجازيه ازاي يطلع فيديو؟ انا يعني انا امضي اللعيب وبعدين اروح لناديه وبعدين اعلن واعرف والخبر يتسرب؟ طب ما اخلص مع النادي بتاعه واخلص مع اللعيب، اخلص مع الاثنين في توقيت واحد. اخلص مع لاعب واعمل معاه فيديو وبعد كده اروح للنادي. يعني الزمالك لو اتنازل عن حقه هتبقى ازمه كبيره جدا جدا جدا. يعني شيكابالا منزل الفيديو بتاع الاعلان، ما يهمناش الفيديو، هنعمل الاوراق الرسميه. خلص مع طلائع الجيش. اصل طلائع الجيش عمره ما هيعمل حاجه زي كده اذا كان في يعني في حلقه غلط او في حلقه كده مفقوده في الوسط، لازم حد يطلع يقولها لنا. لكن انت بتلجأ لاتحاد اليد، الاتحاد هيجيب لك حقك؟ لا، مش هيجيب لك حقك. انا بقول لك مش هيجيب لك حقك الا اذا كانت اوراقك كلها سليمه. حتى لو مش سليمه ممكن ما تبقاش سليمه برضه. فحق علان ان هو يروح نادي الزمالك. هيعمل ايه مجلس اداره؟ هنشوف. نرجع لفريق الكوره، عنده ماتش مهم جدا مع بيراميدز يوم الجمعه الجايه. يغيب حمزه المسلوسي لحصوله على الانذار الثالث. شيكابالا رجع، الزناري رجع. الهجوم على ناصر منسي ما زال مستمرا. هتحطموا اللعيب للاسف. ادوا اللعيب فرصه، شجعوه. ده في الاهلي اللعيب بيقع وهم الجمهور بيقومه، لكن الحرب على ناصر منسي دي، ما هو لاعب وكان بيجيب اجوان وكانت الناس بتشيد بيه. لازم نقوم اللعيب على رجليه تاني. انت ما عندكش بدائل كتيره، ما عندكش مهاجمين كتير. فين سيف الجزيري؟ لسه مصاب وجاي له عروض عايز يمشي. مصطفى شلبي جاي له عروض عايز يمشي. اوباما جاي له عروض. ف لابد ان احنا نحسم الامور خلال الفتره الجايه. حق الزمالك لو ضاع يبقى على الزمالك السلام. شكرا.